الثمانينات من القرن الماضي كانت تطراج واحد الثوره في الالعاب السحريه بسبب واحد السيد سميتو يوري جيلر، وبالضبط في لا ماجي مونطال اللي كان كيبين في اللعابه ديالو كيفاش من خلال العقل ديالو يقدر ياثر في الحديد ولا اي ماده اخرى معدنيه. يعني انه يقدر يشد معلقه مثلا غير بانه يحكها كتبدا تعوج. في 2012 في القناه الثانيه كان واحد البرنامج سميتو بغيت ندوز الدوزان. كانت عندي 17 عام وكان عندي باساج في هذا البرنامج هذا، وكنت درت لهم تقريبا نفس اللعبه. عيطت على جوج ديال الناس من الجمهور، عطيتهم المعالق، وانا كل ما كنحك المعلقه كتعواج وهما لا. شوف واش بصح المعلقه عواج. هاد اللعبه ما وقفاتش هنايا. التطور اللي كان في هاد اللعبه هو انني نحط المعلقه في يد شي واحد ومن خلال الطاقه ديالي تعواج ليه في يديه، وهذا الشيء اللي كان. كتحسي بشي حاجه في يديك؟ باش كتحسي بها كتعواج؟ غنشوف واش بصح المعلقه عواجت ولا لا. علاش زاويه قائمه 2024 زاد التطور ديال هاد اللعبه، ولا من خلال انك تقدر دوز الطاقه ديالك لشي انسان معين يقدر يعوج ديك المعلقه ولا داك المعدن. سعيد النظريه ديال التطور ديال الالعاب السحريه هي نفسها اللي غنعتمدوا عليها باش اننا نقدروا نطوروا هاد اللعبه ونزيدوا عليها انتقال من بلاصه لبلاصه في رمش العين.